يا ترى هيجي اليوم اني اقدر ابقى ممثله وابقى ناجحه كده؟ طول عمري عارف ان انا مش هعمل حاجه غير ان انا بشتغل في السينما من وانا صغير. وانا في رابعه ابتدائي كنت بطلع مجله في البيت كرئيس مجلس ادارتها خالي. احيانا بتبقى انك بتكتشفي حاجه بتندهلك. شايفه معهد السينما شارع الهرم، رايحه ندهاكي في الحاجه اللي انت حباها. بيجيلك ساعات كول لازم تمسكي فيه بايديك واسنانك. ففي سؤال عندي، طب مين قال انك انت صالح انك تبقى انت مش عارف هياخدك قد ايه عشان توصل اللي انت عايز تعمله؟ احلم براحتك بس اشتغل عشان الحلم ده. انزل اشتغل، جرب، افشل، انجح. انا هدفي كان محدد وقراري كان واضح لا يحتمل اللبس. عارفه زي ما تشوفي شايفه التانل وشايفه النور في اخر التانل وعارفه انك هتوصلي. بتعب، بتضايق، بحبط، بكتئب، بحتاج، الا ان اشك ان اوصل اللي انا عايزه. كنت شايفه التانل. اكبر وحوش في الاول هتواجهك هي الوحوش الداخليه، الوحوش اللي جوه دماغك. انا قعدت 4 سنين عملت 20 فيلم ما تعرضليش الفيلم. كانوا مسميني النجمه المعلبه زي السردين. انا جيت فتره افلست. هبقى كذاب لو قلت ان هو كان طريق جميل. وقعت في اخطاء كتير، الموضوع ما كانش له بامبي وجميل يعني. لحظات فشل كتيره قوي على فكره، بس ما حدش واخد باله منها. لو انا بصيت على الفلوس من الاول ما كنتش هوصل لربع اللي انا حققته النهارده. الموهبه مش هي اهم حاجه، الاصرار هو اهم حاجه، القرار هو اهم حاجه. انا لحد النهارده مش متاكد من فكره الموهبه دي، يعني مش عارف لو في حاجه فعلا اسمها موهبه. في فنانين كتير بتتخلى عن حلمهم لان قابلت باب مقفول. هو انا هفضل كائن مش حابب نفسه، مش مستمتع باللي هو بيعمله من الساعه 9 للساعه 5 كل يوم الصبح لغايه ما اموت؟ اقول ببساطه لو انا نط من الشباك. اتخرجت سنة 2000 وأول فيلم اتعرض في 2009. كنت بعمل لا مؤاخذه بالذات وانا مؤمن ان مفيش ولا بني ادم هيشوفه. علشان الواحد يوصل ما بيوصلش بسرعه، فلازم تكون مؤمن بنفسك. انت بتسلم نفسك، ولما بتسلم نفسك في حاجه بتطمنك. أنا عملت إيه عشان أستحق الحاجات اللي أنا عايزها؟ لو كل الناس بتقولك لا، هتوجدي وسيله للحاجه اللي انت حباها. دي اشغال شقه، انت جاي تشقى. تفتكري انا ما اتكسرتش وقمت واتكسرت وقمت؟ مش بالضروره اقولها لحد، بس اتكسرت وقمت كتير. لانك انت لو فشلت وما عرفتش تقف على رجلك مش هتنجح. اعمل الحاجه اللي تحبها، واوعى تفتكر ان الحاجه اللي تحبها دي هتجيلك وانت قاعد مدد رجليك. كل انسان عنده حاجه جديده يقدمها للدنيا، ففي الاخر انت بني ادم ما حصلش قبل كده. اعمل شخصيتك واعمل نفسك، انت ممكن تبقى احسن مني وانت ممكن تبقى احسن من اعظم واحد. احنا عايزينك، انت عايز ايه؟